اعتدى عليها علشان ينتقم من أبوها فيها وياخد حق أمه بعد 18 سنة. في سنة 2015 بالمنصورة أسماء عندها 37 سنة، لكن هنرجع بالقصة ل 18 سنة في بيت أستاذ أنور عايش مع مراته وبناته، 3 أولاد وبنتين. أنور كان بيشتغل مدرس خاص علشان يساعد في مصاريف البيت والأسرة. سمعته طيبة بين الناس والجيران، علشان كده ناس كتير كانوا بيثقوا فيه ويدخلوه بيتهم يدي دروس خصوصية. وده اللي خلى جاره المسافر يكلم أستاذ أنور علشان يدي ابنه أحمد درس خاص، واللي كان عنده وقتها 9 سنوات، وكانوا ساكنين في نفس العمارة ونفس الدور الخامس. وفعلا أنور وافق وبقى يروح يدي الدرس، لكن مع تكرار زيارة أنور لبيت جاره أعجب بمراته وبقى يحاول كل مرة يقرب لها ويتكلم معاها ويغازلها، لكن الجارة كانت بتصده. لحد لما في يوم أنور راح في ميعاد الدرس والجارة فتحت له ودخلته وقالت له أحمد ابنها بيغير هدومه ودقايق ويطلع. وقتها أنور استغل إن مفيش حد في البيت وقرب من جارته وحاول يتحرش بيها، فالجارة بعدته عنها وخافت تصوت لحد من الجيران يسمعها وتبقى فضيحة. لكن مع مقاومتها وصوتها وهي بتترجاه علشان يبعد عنها، أحمد ابنها بيخرج وبيشوف أبشع منظر ممكن يشوفه في حياته. في نفس الوقت الجارة ترجت أنور إنه يسيبها ويبعد عنها، وفعلا أنور لما بيلاقي ابنها أحمد واقف قدامه ومش عارف يتحرك من الصدمة بيسيبها ويمشي. في نفس التوقيت الأم بتعيط وتحضن ابنها وتحاول تنسيه اللي شافه وتقول له ما يقولش اللي شافه ده لأي حد ولا يتكلم فيه مع حد، وإنه أستاذ أنور مش هيجي هنا تاني. وأحمد وقتها لأن سنه كان صغير ما كانش فاهم، لكن المشهد فضل محفور في الذاكرة. وتعدي السنين وأستاذ أنور كبر في السن وأولاده كبروا وكلهم اتجوزوا، ال3 أولاد والبنت الكبيرة ما عدا أسماء البنت الصغيرة اللي لسه ما اتجوزتش، لحد لما أبوها وأمها توفوا ورا بعض. وقتها أسماء كانت عايشة في الشقة لوحدها وتقريبا ما كانتش بتخرج إلا بسيط مرة في الشهر علشان تروح تقبض معاش أبوها. أما أخواتها كان كل واحد فيهم مشغول في بيته وأسرته. وتعدي كام سنة لحد عام 2015 أسماء بقى عندها 37 سنة وعايشة في حالها وملهاش خلطة بالجيران. في نفس الوقت ده أحمد كان عنده 27 سنة، وبعد وفاة أبوه وأمه عايش في الشقة لوحده بيشتغل عامل في كافيتيريا في نفس المنطقة، وكان خاطب. ولأنه كان داخل على مصاريف جواز فكان مضغوط بسبب المصاريف، علشان كده لما شاف مرة أسماء جارته وهي خارجة من شقتها أول الشهر في ميعاد قبضها للمعاش، ووقتها افتكر انها عايشه لوحدها وبتقبض معاش ابوها وامها كل شهر وملهاش حد، فكر يسرقها. وهنا رجع المشهد اللي كان شافه من 18 سنه لما شاف ابوها وهو بيعتدي على امه، علشان كده قرر انه مش بس يسرق اسماء ده كمان يعتدي عليها علشان ينتقم من ابوها فيها. وبدأ يرتب للخطه كويس، ووقتها خاف للخطه تفشل بسبب مقاومه اسماء ليه، علشان كده بيقرر انه يشرك صاحبه معاه كريم 26 سنة عامل معاه بنفس الكافيتيريا. وفي يوم بعد ما بيخلصوا شغل أحمد بيقعد مع كريم ويقول له على اللي عمله أستاذ أيمن في أمه من 18 سنة، وإنه عايز ينتقم من بنته علشان المشهد اللي ما فرقش خياله. وطمعه وقال له إن أسماء معاها فلوس وبتلبس ذهب من المعاشات اللي بتقبضها كل شهر، وإن اللي هيسرقوه هيتقسم بينهم بالنص. كمان طمنه ان محدش هيشك فيهم لانه اصلا ساكن في نفس العمارة ونفس الدور. وكريم لما عرف ان الموضوع ده فيه ذهب وفلوس بيوافق. ويوم الواقعة واللي كان يوم 1 في الشهر وهو اليوم اللي أسماء بتنزل فيه علشان تروح تقبض المعاشات، أسماء بتنزل وتروح تقبض المعاش وبعدها بتروح تزور أختها اللي ساكنة في نفس المنطقة وترجع على الساعة 9 بالليل زي ما بتعمل كل شهر. وفي نفس التوقيت أحمد وكريم كانوا مستنيينها في شقة أحمد، وعلى الساعة 9 ل 10 بيفتحوا الباب علشان يراقبوا وصولها، وأول ما بيشوفوها طالعة على السلم بيدخلوا الشقة بتاعة أحمد ويقفلوا الباب. ولما أسماء بتطلع وتقف على باب شقتها بتفتح الشنطة وتطلع المفاتيح، وأول ما بتفتح الباب بتتفاجئ بأحمد وكريم بيفتحوا باب شقتهم لابسين جوانتيات وبيقفوا وراها. كريم بيحط ايده على بقها وأحمد بيمسك ايدها، وأول ما بيحكموا حركتها بيسحبوها جوه الشقة ويقفلوا الباب بالمفتاح. أسماء حاولت تقاومهم وتبعدهم عنها، لكن أحمد خبط راسها في الترابيزة أكتر من خبطة فاختل توازنها، فكريم بيسحبها على الأرض. أحمد بسرعة بيقعد عليها علشان يشل حركتها وبيفضل يديها بالإقلام، بعدها بيضغط على رقبتها. في نفس الوقت كريم كان بيطلع الآلة الحادة اللي معاه ويديها لأحمد، فأحمد بيمسك الآلة الحادة ويطعنها بيها 3 طعنات في بطنها، وبعد ما بيتأكدوا من موتها بيقلعوها الدهب اللي كانت لابساه
وبيدخلوا غرفة النوم ياخدوا كل الفلوس اللي موجودة في الدولاب. وبعد ما بيخلصوا جريمتهم كريم بيقول له انهم لازم يمشوا بسرعة، بس احمد قال له انه مش هيمشي غير لما ياخد حقه بالكامل. وبيسحب اسماء وهي جثة ويقول لكريم يشيلها معاه، وبعد ما شالوها حطوها على السرير، فاحمد بيطردها من ملابسها ويعتدي عليها. وبعد ما بيخلصوا بيخرجوا بسرعة من الشقة ويدخلوا على طول على شقة أحمد من غير ما حد يشوفهم، يقلعوا الجوانتيات ويغيروا ملابسهم ويحطوها في شنطة سمراء ويحطوا كمان معاها المسروقات. وكريم بياخد الشنطة وما بينزلش من العمارة، ده بينزل مكان ما جه، بيطلع السلم ويروح على السطح، ومنه بينزل على سطح العمارة اللي جنبهم، وهناك بينزل ويخرج من العمارة التانية. وبكده خرج ودخل من غير ما حد يشوفه. وتاني يوم أحمد وكريم بينزلوا شغلهم في الكافيتيريا علشان محدش يشك فيهم لو غابوا. ويعدي حوالي أسبوع لحد لما بيطلع ريحة كريهة من شقة أسماء، فالجيران بيشتكوا من الريحة ويبلغوا إخواتها، ولما اخواتها بيجوا الشقة وبمجرد فتحهم للباب بيشموا ريحة بشعة وبيلاقوا بعصرة في الصالة. ولما بيدخلوا غرفة أسماء بيلاقوها جثة على السرير من غير ملابس، فبيتصلوا على رجال الأمن وبوصولهم ومن المعاينة المبدئية واضح إن دي جريمة سرقة واعتداء. بيتم رفع البصمات وتحويل جثة أسماء للطب الشرعي، وللأسف ما كانش فيه كسور في الأبواب أو النوافذ، كمان ما كانش في أي بصمات غريبة موجودة. أما بالتحريات ما كانش في أي شهود شافوا أي شخص غريب داخل أو خارج من العمارة، كلهم أصحاب الشقق اللي في العمارة، وما كانش في أي كاميرات قدام البيت أو حتى في الشارع، وده اللي صعب الوصول للجاني. في نفس الوقت طلع تقرير الطب الشرعي اللي أكد إن تم التخلص من أسماء الأول وبعدين تم الاعتداء عليها، وإنها كانت بنت وقت اللي حصل لها. وباستجواب الجيران أكدوا إن أسماء بنت في حالها وعلاقاتها محدودة جدا بكل اللي حواليها. وباستجواب أحمد لو شاف أو سمع أي حاجة قال إن ملوش أي كلام مع أسماء، وإنه في الوقت ده كان نايم لأنه تاني يوم الصبح بيصحى بدري جدا علشان شغله، وما لاحظش أو سمع أي حاجة غريبة. هو أصلا ما بيشوفش أسماء إلا صدفة وما شافهاش من شهور. وبعد التحريات والتحقيقات المكثفة تم قفل القضية واتأيدت ضد مجهول. وفي الوقت ده أحمد وكريم قعدوا مع بعض وقسموا الفلوس. أما الذهب واحد أخده وسافر بيه في بلد تانية وباعه عند سايغ بسعر أقل من ثمنه، ورجع وجاب الفلوس وقسموها سوا. وفي نفس التوقيت كان حصل مشكلة بين أحمد وخطيبته وفسخ الخطوبة، ومن وقتها وهو منبه على صاحبه كريم إنه ما يظهرش فلوس أو يصرف ببذخ علشان لو ظهر عليهم أي ثراء مفاجئ هيتكشفوا. وفعلا أحمد وكريم ما ظهرش عليهم أي حاجة غريبة تدل إنهم ورا الجريمة، وفضلوا يشتغلوا في نفس الكافيتيريا لفترة طويلة جدا لحد لما كل واحد فيهم راح لحاله. ويعدي حوالي 7 سنين، ووقتها كريم كان اتجه للشرب والتعاطي. وفي يوم وهو بيشرب قابل واحد صاحبه وقعدوا واتكلموا مع بعض، والكلام جاب كلام واتكلموا في موضوع الجرايم. وقتها صاحبه قال له ان مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة، لكن وقتها كريم بيتباهى انه عمل الجريمة الكاملة، وبيقول له انه نفذها مع صاحبه احمد، وقال له عن قضية اسماء وشرح له كل التفاصيل اللي حصلت. ولان صاحبه كان عارف قضية اسماء وان فعلا الجناه لسه ما تمش القبض عليهم، فتاني يوم صاحب كريم بيروح لقسم الشرطة ويقابل الضابط ويقول له على كلام كريم له في قضية اسماء بالتفاصيل الكاملة. وقتها الضابط بيفتح التحقيق مرة تانية بناء على كلام الشاهد، وبيتم القبض على كريم والتحقيق معاه، اللي قال انه وقتها كان شارب ومش فاكر هو بيقول ايه، لكن بالضغط عليه بيعترف على الواقع بالكامل. وتم القبض على احمد اللي حاول برضه انه ينكر في الاول، لكن مع الضغط عليه اعترف على الواقعة. وبعد التحقيقات والمحاكمات تم الحكم عليهم بالإعدام. والحقيقة ان أحمد وكريم مش هما بس الجناه، الجاني الأول من البداية كان والد أحمد لما دخل راجل غريب بيته في غيابه وهو مسافر، وأم أحمد اللي سكتت عن الغلط وما اتحركتش وقتها ولا اتكلمت ولا دفعت عن نفسها. كان ممكن وقتها حاجات كتير تتغير، لأن السكوت بيخلي الجريمة تكبر. أسماء حقها رجع لها، لكنها دفعت ثمن غلطة أبوها هي ملهاش ذنب فيها. في جرائم بتحصل، بس اللي بيوجع لما البريء هو اللي يدفع الثمن، وفعلا يمهل ولا يهمل.